الطبق ده بقى اكتر طبق بيطلب مني، اسكان الناس اللي عامله دايت وماشيه اكل هيلسي او الناس اللي ما بتعملش دايت وبرضه بتاكل اكل عايز، الاتنين بيحبوه. اخيرا اتفقوا على طبق واحد بجد الوانه بتتحدث عن نفسها. هتجيبي كوسه بقى حلقات، وكمان عندي جزر وبطاطس، وكانت الدوره دي عندي رحت حاطه كده اسمها 2 عشان كانت قويه قوي، فاللي قدرت عليه اقسمه. هاتي معلقه زبده حلوه بلدي، عليها شوية زيت، وانزلي بالذرة بتاعتك والبطاطس والجزر، دول هياخدوا معانا حوالي 10 دقايق على النار. بعد كده بعد ما تقلبيه هتنزلي بالبهارات بتاعتي، والبهارات بسيطة جدا، ملح فلفل زعتر او روزميري، اي نكهة عطرية عندك. لو ما عندكيش استعملي ملح وفلفل وحطي فص من الثوم. قلبيلي بقى كل الكلام ده كويس جدا، وبعد كده انزلي بحلقات الكوسة معانا ووطي النار وحطي الغطا بالظبط 5 دقايق، ما تكتريش عن كده. الكوسه ما بتاخدش وقت خالص على النار، عشان لو اتهرت معاكي مش هتبقى ألذ حاجه خالص. كده اقدر اقولك احلى خضار سوتيه ممكن تاكليه في حياتي. بسيط جدا، الخضار السوتيه ما بيحبش البهارات كتير، بيحب نوع زبده حلو. هتاكلي احلى خضار سوتيه. يا رب الوصفه تكون بتعجبكم، وبألف هنا وشفا. اشوفكم كل فيديو وانتوا بألف خير وبألف هنا. سلام عليكم.